السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. في الفيديو ده هنعرض لكم حاجة أنا شفتها بالنسبة لي مفاجأة، لأنها كانت اتحولت من النقيض للنقيض. هوريكم برضو المنطقة قبل وبعد التطوير. طبعا دلوقتي احنا موجودين في منطقة اسطبل عنتر، أو اللي كان اسمها اسطبل عنتر. دي أحد المناطق أو أحد الأجزاء من عزبة خير الله اللي موجودة في مصر القديمة في محافظة القاهرة. وعزبة خير الله فيها جزء تبع دار السلام، وفي جزء تبع مصر القديمة. الجزء ده تحديدا كان اسمه اسطبل عنتر، وكان فيه يعني مباني كتيرة هنا في المنطقة ديت. في الجزء ده كان يعتبر مرتبط بالجبل. الهضبة اللي قدامنا دي هضبة زهراء مصر القديمة، كان مرتبط بالجبل. وكان في عدد من العقارات والسكان موجودين هنا في الامتداد بتاع الجبل ده. وفوق أعلى التل أو أعلى الجبل اللي قدامنا ديت كان في عقارات مبنية على الحافة، وكان في عقارات أسفل الجبل مباشرة. كان المنطقة مقسمة أو مصنفة ضمن التصنيفات الخاصة بالمناطق العشوائية، وكانت تعتبر في الدرجة الأولى من المناطق الخطرة. كانت اخطر او من المناطق الخطره اللي موجوده والمهدده لحياه السكان. احنا دلوقتي بقى موجودين في الجزء النقيض لهذا الشكل القبيح من العشوائيات، وهو ده اللي كان مفاجأة بالنسبة لي، ان المنطقة تحولت من منطقة عشوائية خطرة مهددة لحياة السكان اللي كانوا فيها إلى منطقة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حدائق ومتنزه للسكان المحيطين بهذه المنطقة، من سكان منطقة السلام ودار السلام ومنطقة عزبة خير الله، والمناطق اللي في شارع المحجر، وكل المناطق المجاورة لينا. الجزء ده في منطقة الجبخانة أيضا، هي المتنزه كله بقى اسمه دلوقتي متنزه الجبخانة، وبيخدم مئات الأسر من الموجودين والمحيطين بالمنطقة. أنا دلوقتي موجود أعلى الجبل، والأعلى الجبل ده كان فيه عقارات أيضا. وكان يعني في أي حدث أو أي احتمالات لوجود تشققات أو تصدعات بالجبل، أو تشققات بالبيوت بتاع الأهالي، كان بيحصل انهيارات. وكان ده بيهدد حياة الناس اللي موجودة. كل السكان دول اتنقلوا لمدينة المحروسة، ودي أحد المدن اللي بيقطنها سكان هذه المناطق. والحمد لله تم توفير لهم شقق آدمية وشقق مفروشة، وداخل مجتمع حضاري بقى في كل الخدمات اللي تتخيلها اللي بيحتاجها الناس. المنطقة اتحولت لخمس ملاعب واتنين حديقة غير مزروعة، لأن المنطقة هنا جبلية فالزراعة فيها صعب شوية. هم زارعين اشجار، وهيزودوا الاشجار، هيعملوا يعني اصاري كده ويحطوا فيها اشجار، بحيث ان هي تبقى اكتر تشجير. خاصة ان الزراعة في التربة نفسها غير ملائمة، لان التربة تربة حجرية، لان المنطقة دي يعتبر جبل كلها. بالاضافة للجزء اللي احنا واقفين عليه ده تم تعديله وتم تسويته وعملوا مصاطب، بحيث ان كل مصطبة تبقى فيها احد الخدمات، زي الملاعب وزي البرجولات اللي احنا واقفين فيها، وزي في ملاعب تاني هنوريها لكم دلوقتي في الفيديو. طبعا كان في افتتاح مهم قوي لهذه المنطقة بحضور المحافظ والسفير الفرنسي. الجزء ده والجزء اللي فوق بتاع الطريق الصاعد ده، في جزء فوق أعلى اللي هو الطريق اللي فيه العربيات اللي فوق اللي متدبش ده بيطلع فوق الجبل. وده برضو ما كانش فيه طريق بيطلع فوق بالعربيات. كان اللي بيطلع على رجله من خلال سلالم منحنيات كده في داخل ووسط البيوت. تم افتتاح الجزء ده، وكان التمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون جنيه. وتم عمل خمس ملاعب وحديقتين، وزي ما انتم شايفين تم فتحها للجمهور من اهالي المنطقه. طبعا ده تنميه من انواع التنميه المهمه جدا في هذه المناطق، زي ان المنطقه ديت فيها بعض الانشطه الخطره، وفيها الاطفال عرضه لان هم يتعرضوا لتعاطي المخدرات او سلوكيات خاطئه. كل ده يعني يمكن موجود في جزء جنبينا من العزبه، لكن بيحاولوا ان هم يستوعبوا هذا الكلام ويغيروه من خلال اضافة انشطة، ومن خلال ندوات توعية، ومن خلال مواجهة تعاطي المخدرات. كمان هنا احنا موجودين وسط الاطفال، يعني فرحة كبيرة جدا بوجود او افتتاح المنطقة للاهالي. كمان في نقطة اسعاف ونقطة شرطة ونقطة اطفاء،
جنبين على طول على شمالنا كده هتلاقوها موجودة أيضا لخدمة المنطقة. تم ربط هذه المنطقة بالطريق الدائري وربطها بشارع المحجر. التدبيش اللي موجود على شمالنا كده ده يعتبر الطريق الصاعد، ودي المنطقة قبل إزالتها أو أثناء إزالتها. إذا كان تم إزالة جزء منها. شوف البيوت إزاي موجودة أسفل العقارات، أسفل الجبل، وكل الهدم ده كان موجود على الجبل مباشرة. كل السكان دول تم نقلهم لمدينة المحروسة واستلموا شقق. طبعا الكلام ده بقاله يعني أكتر من 6 أو 7 سنين اتنقلوا الحمد لله، ولكن المنطقة تم إعادة استغلالها مرة أخرى لخدمة باقي الأهالي اللي موجودين. طبعا من المناطق الكتيرة اللي فيها عشوائيات كانت محافظة القاهرة، وكان فيها ما يقرب من 50% من مساحات من السكان اللي موجودين فيها كانوا ساكنين في مناطق عشوائية، زي منطقة عزبة خير الله ومنطقة اسطبل عنتر ومنطقة منشية ناصر والدويقة. كل دي تم تفريغها ونقلهم لمناطق زي الأسمرات والمحروسة وأهالينا، ومدن كتيرة استوعبت كل هذه المناطق العشوائية. طريق الصاعد اللي أنا قلت لكم عليه ده هو اللي بيطلع للجبخانة من ناحية شارع المحجر، أو من ناحية محطة مترو الزهراء، فاطمة الزهراء أو زهراء مصر القديمة زي ما الناس عارفاها. عند كده أثر النبي، منطقة أثر النبي. طبعا دي طلعة، في طلعة تانية من ناحية الجبخانة من فوق الدائري، في مدخل ومخرج للسيارات، وده برضه ما كانش موجود. الجبل اللي قدامكم ده تم تدبيشه بشكل ان هو ما فيش اي صخور تتساقط مرة اخرى على الناس اللي موجودين تحت. باقي الاجزاء اللي ملتصقة بالجبل دي هيتم تشجيرها، وضع اشجار فيها، لان طبعا في خطر ان يتم استغلالها في الانشطة. الجزء اللي قدامنا ده كله يعتبر من النماذج المثالية اللي تم إعادة استغلال المناطق اللي تم تفريغها من سكان أو من العقارات المهددة بالانهيار، وتم استغلالها لخدمة السكان مرة أخرى. لأن بعض المناطق زي مثلا مشروع ماسبيرو بيتم استغلاله إن هو بيتم إنشاء مباني سكنية وأبراج سكنية لإعادة طرحها مرة أخرى. لكن مثلث ماسبيرو ينفع فيه الكلام ده لأن الأرض تصلح لذلك، انما الارض هنا ممكن تصلح للبناء، ولكن تم استغلالها بشيء اكتر خدمة للجمهور او للسكان الموجودين في المنطقة. فانا كنت موجود في المكان بعد تطويره، والحقيقة كان مفاجأة بالنسبة لي فحبيت اوريه لكم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واتمنى تدعموني بلايك واشتراك. لو في اي اسئلة قولوا لي في التعليقات، او مكان حابين تصوروه قولوا لي في التعليقات، وان شاء الله احاول اوصل واصوره. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة واشتراككم في القناة. شكرا جزيلا.